لا تسأل اليتيم كيف مات أبوك أو أمك، ولا تسأل الوالدين كيف مات ابنكما، ولا تسأل الرجل العاطل في مجلس الرجال أنت لماذا لا تشتغل، ولا تسأل الفقير هل تريد نقودا، ولا تسأل المرأة التي لا تنجب أنت ما عندك أطفال، ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة عن سببها، فالوجه موضع العزة، ولا علم لديك عن كونه ما زال يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى. ولا تسأل الضيف هل تريد شيئا من شراب أو طعام، قدم ضيافتك دون سؤال، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه. دائما ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش إحساسه، كلام لا يفهمه إلا العقلاء. في مستشفى سقطت باروكة فتاة فضحك الكل عليها وتشمتوا فيها، وعندما ساعدها شاب قالت وهي تبكي وترجف ما ذنبي إذا السرطان أخذ شعري. احذروا الوقاحة. طفل مستواه ضعيف في المدرسة ذهب لقبر أمه وقال تعالي معي، المدرس يضربني أمام الطلاب ويقول أمك مهملة ولا تهتم فيك. كن حذرا فبعض الكلام يقتل.